في فصل مدرسي ملون، يجلس سامي على مكتبه ببشرة مشرقة ونظرة فضولية في عينيه، لكنه يبدو قليلا مشوشا. يرتدي قميصه الأزرق وبنطلونه الرمادي، وهو يحاول التركيز على الدرس الذي يشرحه المعلم أمام اللوح. بجانبه تجلس ليلى، الفتاة الهادئة ذات الابتسامة الدافئة، ترتدي بلوزة بيضاء وجيبة، وتحمل بيدها قلما ملون. سامي وهو يراقب ما يجري حوله يهمس بصوت مسموع قليلا، مش عارف أفهم كل حاجة بسرعة زي ليلى. تلتفت إليه ليلى برقة وتقول: ما تقلقش يا سامي، ممكن أساعدك. مع شوية تركيز وصبر كل حاجة تبقى سهلة. يبتسم سامي ويرد: أنتِ دايما بتعرفي تقول الكلام الصحيح. تميل ليلى نحوه وتهمس بصوت لطيف: التقدير والاحترام للمدرسين مهم، حب التعلم كمان لا يفرق. خلينا نركز سوا، وإلا نروح نسأل المدرس. تفكر سامي قليلا، ثم يشرق وجهه بفكرة: فعلا، بدل ما أفضل متضايق نركز أكثر ونسمع نصائح المدرسين. ثم يرفع يده بحماس ليطرح سؤاله على المدرس، ويبدأ في التحدث بثقة أكبر. يأتي المشهد الأخير حيث يضحك سامي ويقول بصوت عال: سامي المحترم وصل، ويضيء وجهه ببريق، بينما ترافقه موسيقى خلفية مرحة تضيف جوا من السعادة. يتحول الفصل إلى مكان يعج بالطاقة الإيجابية، حيث تعكس ابتسامة ليلى الدافئة فائدة التعاون والاحترام، في لمسة كرتونية مليئة بالألوان والحياة.